العميد يتحدى أسود التيرانجا. مصر تواجه السنغال بموقعة ثأرية في نصف نهائي إفريقيا. يستعد المنتخب الوطني لمواجهة قوية ضد السنغال مساء غد في مواجهة نصف نهائي كأس إفريقيا 2025 على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، وسط أجواء ثأرية للجيل الحالي من لاعبي الفراعنة. المباراة ليست مجرد خطوة نحو النهائي، بل هي فرصة لاستعادة الكبرياء بعد الهزيمتين المؤلمتين أمام أسود التيرانجا في 2022، الأولى بخسارة نهائي إفريقيا 2021، والثانية في مباراة تحديد المتأهل لمونديال 2022 بركلات الترجيح. ويعيش المعسكر المصري حالة معنوية مرتفعة بعد الانتصار على كوت ديفوار في ربع النهائي، وهو ما منح اللاعبين ثقة إضافية. حسام حسن المدير الفني قرر السير بنفس خطة مباراة كوت ديفوار مع تعديل وحيد بإشراك لاعب وسط مهاجم بدلاً من حسام عبد المجيد لتعزيز السيطرة على وسط الملعب والضغط على دفاع السنغال الذي يعد أضعف خطوطهم. ويتشكل التشكيل المتوقع للفراعنة من: حراسة المرمى محمد الشناوي، قلب الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم مع حمدي فتحي كاليبرو متقدم، الأظهرة محمد هاني وأحمد فتوح، خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور على الأطراف، وأحمد سيد زيزو بمهام هجومية ودفاعية، الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش. يأمل المنتخب الوطني في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي لاستعادة أمجاد الفراعنة وإسعاد الجماهير. في كل مرة يلتقي الفراعنة بأسود التيرانجا تتجدد ذكريات الألم والفرحة معا. اللاعبون يعلمون جيدا ما يعنيه الفوز الليلة، ليس مجرد بطاقة نهائي، بل انتقام تاريخي من خسائر 2022 وفرصة لإعادة كتابة التاريخ في إفريقيا. الجماهير المصرية تنتظر بفارغ الصبر لحظة الانتصار التي قد تعيد الفرح للقلوب بعد صبر طويل.